طبعًا اللي متابعني عارف إن إحنا كوّنّا playlist كاملة كلّها مواقع مجانية، وكل موقع منهم بيهتم أو بيقدّم حاجات مختلفة، فطبعًا لو رجعت لها من خلال الآية اللي بتظهر من فوق دلوقتي، هتعرف قد إيه الموضوع مفيد، وفي نفس الوقت بعد الplaylist دي مش هتحتاج أي حاجة تاني. طيب ليه باقول ده دلوقتي؟ لإنه النهارده هنضيف للplaylist بتاعتنا هنضيف لها website تاني برضه مجاني، بس الwebsite بتاع النهارده خطير، ليه بقى باقول كده؟ لإنه بيقدّم لي حاجات كتير جدًا وبرضه مجانية، منها إيه؟ منها templates لأكتر من برنامج، منها LUTs، منها حاجات presets، منها حاجات motion graphics، منها music، منها sound effects، منها كمان إن أنا ينفع أعمل voice over، حاجات كتير أوي، يعني كتير، كتير. وكل ده نقدر نعمله زي ما قُلت لك برضه بطريقة مجانية. فتعالوا نعرف مع بعض إيه هي الحاجات اللي بيقدّمها لي بالتفصيل، وفي نفس الوقت نعرف اسم الwebsite ده. زي ما أنتم شايفين الwebsite بتاعنا النهارده اسمه Motionary. طيب الwebsite ده خطير زي ما قُلت لك في مقدمة الدرس، ليه بقى؟ لإنه أهو كل الحاجات اللي أنا قُلت لك عليها إن هو بيقدّمها لي. فأول حاجة عندي الvideo templates، عندي لAdobe After Effects، وعندي Adobe Premiere Pro، وحاجات Mogirt، وحاجات Final Cut Pro، وحاجات DaVinci Resolve، وحاجات Adobe Premiere Rush. فالحاجات دي كلها أهو لأكتر من برنامج. طبعًا قبل ما نبدأ حابة أقول لك إن الويب سايت ده فيه حاجات مجانية وحاجات لأ، لازم تدفع لها أو تشترك في الويب سايت، بس هو بيقدم لي حاجات كتير أوي مجاني، ولو احتجت أكتر فأنا زي ما قُلت لك عندنا بلاي ليست كاملة بتقدم لي برضه حاجات زي كده وبطريقة مجانية، فالبلاي ليست دي هتلاقيها بتخدم على بعض، محتاج حاجات أكتر هتلاقيها في الويب سايت التاني وهكذا، فما تنساش ترجع لها. المهم دلوقتي إن خلّينا مثلًا نشوف الحاجات اللي هي الPremiere Pro بالشكل ده. طيب أنا دلوقتي عندي زي ما أنتم شايفين بيقول لي عايزها اللوجو، عايزها حاجات typography أو titles، حاجات slide show، حاجات lower third، intro، حاجات infographics، مثلًا حاجات transitions، mock up، حاجات اللي هي زي الtools أو الoverlays أو الicons. كل الحاجات دي أنا أقدر أعمل عليها select ويطلعه لي. طيب أنا عاملة select على all، فهيجيب لي كل حاجة مزيج ما بين كلّهم، يعني وإحنا بنقلِّب كده هنلاقي حاجات تخُص اللوجو، حاجات تخُص الslide show وهكذا، يعني كُلّه، تمام، لإن أنا ما حددتش الجزء اللي أنا عايزاه. طيب وبعدين هانزل تحت كده، آآ باقول له all orientations، أو مثلًا أنا عايزاه horizontal، vertical أو square، الsize اللي أنا عايزاه أو الحجم اللي أنا عايزاه بتاع الtemplate بتاعي هو هيقدّمه لي. طبعًا ينفع أعمل عليه select فهيطلّع لي الحاجات اللي هي الhorizontal. طبعًا دي مشكلة في النت إن هو بطيء شوية، بس ده عادي، أهو حاجات طلّع لي الhorizontal، عايزة حاجات vertical برضه هيطلّع لي الحاجات اللي هي الvertical، تمام؟ طيب وبعد كده هانزل كده عندي الresolution، عندي 2K وعندي 4K وعندي ال5K+. طيب وعندي كمان الoptimized for، عندي اللي هو الversion بتاعي. يعني أظن ما فيش أحسن من كده، بيقول لي بريمير CC اللي هو 2025 والّا 24 والّا 23، وبيقول لك show more. بُص أهو مدّيك أكتر من version علشان ما يكونش تقيل على الجهاز بتاعك ويفتح معاك بكل سهولة. طيب لو عندك حاجة مثلًا نزّلتها هي version اللي هو 2025 وعايزها تبقى أقل، تبقى مثلًا version مثلًا 2020، فهاقول لك اكتب لي في الكومنتات وهاقول لك إزاي تعمل convert من الversion ده للversion ده بضغطة زرار، وفي نفس الوقت مجاني، فقُل لي في الكومنتات لو أنت عايز تعرف حاجة زي كده. المهم بقى والأهم إن أنا لازم أحدد الfree templates، قُلت له إن أنا عايزة حاجات free. تمام، وهاجي هنا مثلًا هاقول له all. طبعًا ينفع أعمل search هنا ويطلّع لي اللي أنا عايزاه، بُصّوا كده هالاقي حاجات free زي ما أنا عايزة أهو، بُصّوا مثلًا حاجات زي كده أهو، لو عايزة أعمل logo بطريقة مختلفة، رائع ده أهو، عندي حاجات كتير أوي. ده transitions، عندي أهو الlogo، ينفع برضه أعمل logo بالطريقة دي.
بيدّيني حاجات كتير. بُصّوا، تعالوا أورّيكم اللي هي دي الinfographics. هاورّيكم بس حاجة فيها كده هتعجبكم أوي. بُصّوا، الحاجات دي إحنا بنشوفها وما بنعرفش مثلًا نعملها أو بتاخد مننا وقت أو مثلًا مش عارفين نجيبها منين. فأهو بُصّوا، وحاجات مجانية ينفع إن أنا بس أضغط على download هيكون عمل لي download في خلال ثانيتين ومش هيكمّلهم كمان. فالموضوع بصراحة حلو أوي، أوي، والwebsite سَلِس، يعني حتى في التعامل أو إن أنا أتحرّك جوّاه سهل جدًا. بُصّوا، بالanimation بتاعه وكل حاجة تمام جدًا وجاهزة. طبعًا تقدر تفتح كل partition منهم وتشوف إيه الحاجات اللي هو بيقدّمها لك، وما تنساش تعمل select على free على أساس إن هو يكون بيحدد لك الحاجات الfree بدل ما تدوخ كده في الwebsite. طبعًا بعد كده عندي اللي هو الpresets، عندي حاجات لAdobe After Effects، Premiere Pro، DaVinci Resolve. طيب تعالوا برضه نشوف الAdobe Premiere. أهو هاعمل select على free presets وهالاقيه بيقدّم لي أهو. تقدر إن أنت تعمل لهم download وتستخدمهم عادي جدًا، ولو مثلًا عايز تشتغل على الafter effects، الDaVinci عادي جدًا. أهو هتختار من هنا اسم البرنامج بتاعك اللي أنت عايز تشتغل عليه أهو. مدّيني كتير أوي أهو، وفي نفس الوقت بضغطة زرار إن أنا أقول له download بيبقى تمام جدًا بيعمل download معايا. بعد كده عندي حاجات motion graphics. شايفين؟ خطير ده. أهو حاجات كتير أوي. الأسهم اللي إحنا بنتعب فيها علشان نعمل لها الmotion أو الanimation بتاعها، أو مثلًا نلاقيها أصلًا بيكون بتعب وفرهدة وحاجات كده كتير. تقدر إن أنت أهو حاجات حلوة أوي، أوي، حاجات اللي هي الsubscribe والحاجات دي أهو. كل الحاجات دي وتقدر إن أنت تعمل إن أنت تحدد إن هم يبقوا free. وبُص برضه بيقول لك إيه، إن هو عايزهم للframes والّا عايزهم icons والّا عايزهم حاجات VFX، حاجات animated، أي حاجة. بُص كل الحاجات دي تقدر إن أنت أهو عندنا كمان green screen. بُصّوا أهو. تقدر إن أنت تقلِّب براحتك جدًا. أنا علشان مدة الدرس وطبعًا أنت شايف قد إيه مدّيني حاجات ينفع إن أنا أدخل عليها واحد، واحد أو حاجة، حاجة وأستفيد منهم. فأنت قوم بالدور ده، أنا بس باعرّفك كده كنظرة عامة. عندي حاجات في اللطس أهو. أهو طبعًا دي بنتعب علشان نوصل لها جدًا، جدًا وبندوّر عليها كتير أوي. أهو هاحدد إن أنا عايزة الfree. طبعًا لو أنت مش هتشترك في البرنامج محتاج تشترك، هتضغط على الpricing من هنا، هيطلّع لك الplan بتاعته بتاع الدفع سواء شهري أو سنوي، واشترك عادي براحتك جدًا أهو. بس أنا بصراحة شايفة إنه ما لهوش لزوم الاشتراك، لإنه عندنا أكتر من website ينفع أستخدمه. طبعًا في حاجات كتير مميزة في الwebsite ده، لو أنت عايز تستخدمه أو شغلك هيستدعي إن أنت تستخدم الحاجات المدفوعة دي، فعادي جدًا يعني مش هيكون خسارة ليك بالعكس. أهو عندك حاجات creative وحاجات cinematic وحاجات كتير أوي. بعد كده الfootage دي أهو اللي هي الفيديوهات، هيبدأ يفتح معايا دلوقتي أهو. الquality بتاعها رائع. أهو مثلًا حاجة زي كده، حاجات كتير أوي. تقدر طبعًا تعمل search في أي حاجة، أي partition من دول تقدر تعمل search من هنا و تدوّر أو توصل للحاجة اللي أنت عايزها.
وهو عندك كمان كل بارتيشن انت بتفتحه بيديك الفلترز بتاعتها اهو، وبيديك الابعاد والريزوليوشن والفريم ريت كمان اهو. بصوا قد ايه حاجات كده كتير قوي اهو. تمام. بعد كده عندنا حاجات اللي هي الفويس اوفر. خلينا نمسح ده واكتب كده. تمام. وبعد كده هقول له جنريت اهو. طبعا انا كنت مستخدماه بجربه كده في كام حاجه. بيقول لك ان هو بيدي لك 4000 او 400 حرف تقريبا. اول ما بتيجي تعمل جنريت بيظهر لك اهو. بيقول لك ان هو بيديك 400. تمام اهو. تعالوا نسمع مع بعض. I am Sarah Hani from Egypt. I am interested in video editing and content creation on YouTube. تاني. I am Sarah Hani from Egypt. I am interested in video editing and content creation on YouTube. ده كمان الحلو في الموضوع ان انت تقدر تحدد له الحالة اللي هو بيتكلم بيها، يعني هو angry، هو مثلا متحمس، متفاجئ، ايا كان. كمان السبيد، السرعة بتاعت كلامه، تقدر ان انت تظبط السبيد، تقدر كمان تظبط الاكسنت بتاع الكلام بتاعه، ان انت تخليها امريكان، بريتش، انديان، ايا كان. تقدر ان انت برضو تحدد له ده، وتقدر تعمل الجنريت بتاعك. فالموضوع حلو قوي، ويعني مفيش ويب سايت بيديك كل الحاجات دي مرة واحدة، وكمان ينفع تستخدمها فري. يعني ده بصراحة بيميزه جدا. عندنا دلوقتي في الميوزك اهو، اقدر ان انا احدد له الديوريشن، واقدر احدد له حاجات كتير، الجنر بتاع يعني نوع الموسيقى اللي أنا عايزاها. تمام. والمود أقدر أحدده، والفيديو سيم، الموضوع الفيديو، وأقدر كمان أقول له إن أنا عايزاه بيانو ولا إيه. دلوقتي في الجزء بتاع الساوند افكتس هلاقي برضو الكاتيجوري، أقدر إن أنا أحدد اللي أنا عايزاه، وأقول له كمان عايزة الفري ساوندز. عندك كتير قوي، تقدر تعمل سيرش كمان. عندنا بقى الجرافيكس، حاجات اللي هي الجرافيكس برضو بيديك الكاتيجوري، وتقدر ان انت تحدد الستايل وكل حاجة. وكل حاجة منهم بص بيقولك كمان انت عايزها التايب بتاعها يبقى ايه، والاورينتيشن. وعندك كمان الفري جرافيكس. تمام اهو. عندنا حاجات حلوة قوي اهو، كل الحاجات دي. وعندنا كمان الفوتوز. عندنا اهو في الفوتوز كل الحاجات دي اقدر كمان ان انا احددها له، وكل ما انا حددت له كل ما كان نسبة وصولي للحاجة اللي انا عايزاها اسرع. يعني مثلا هديك مثال، انت دخلت اوضة والاوضة دي مليانة حاجات كتير قوي، فانت وقفت كده على باب الاوضة وبتتفرج او بتدور على الحاجة بمجرد النظر على الحاجة اللي انت عايزها. فطبعا نسبة وصولك ليه هيكون بعد وقت، وهيكون الموضوع اصعب، وممكن تحس اساسا ان طلبك مش موجود في الاوضة دي. لكن لو مثلا أول ما دخلت الأوضة وقلت للشخص المسؤول فيها أنا عايز مثلا كذا أو بدور على كذا، هيقولك بأمانة هتلاقي كذا ده في الكورنر مثلا لهناك، أو هتلاقيه جنب كذا. فطبعا هتتوجه ليها على طول، وبالتالي نسبة وصولك للحاجة اللي انت عايزها هتكون 100%، وفي نفس الوقت هتكون أسرع. والأسوأ الظروف لو طلبك مش موجود هتعرف على طول إن هو مش موجود، بدل ما تفرهد نفسك وتقعد تدور كتير. بعد كده عندنا البلجنز دي للأمانة لازم إنك تكون دافع لها. يعني أهو بيقول لك ان انت لازم تعمل سبسكرايب، السبسكرايب ده اللي هو انك تكون دافع يعني، بس علشان يكون بيفتح لك البلوجن الخاصة بيه. وبس كده، ده كان موضوع درسنا النهاردة، سهل وبسيط، لكن الويب سايت يستاهل جدا اننا نتعرف عليه ونستخدمه، وكمان يستاهل اكتر اننا نحطه في البلاي ليست بتاعتنا علشان نستفيد منه. فما تنساش ترجع لها، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الدرس، ويسيب لي كومنت برأيك فيه. وفي نفس الوقت لو أول مرة تشوفني فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.